محمد إبراهيم لاعب نادي الزمالك الآن، وسيكون معي كابتن حازم إمام بعد قليل، ولكن نتعرف من كابتن محمد، يعني شايف النتيجة مرضية للفريقين؟ بالنسبه بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا اولا الحمد لله على النتيجه وكل شيء، بس النتيجه بالنسبه لنا احنا كنادي الزمالك نتيجه مش مرضيه خالص. احنا كنا جايين ان احنا نكسب 3 بونت، بس في الاول وفي الاخر هنقول الحمد لله، وان شاء الله نركز في الفتره الجايه ونكون احسن. والحمد لله يعني رغم الصيام اللعيبه صايمه النهارده ورغم الظروف اللي احنا فيها، فالحمد لله قدرنا ان احنا نعمل ماتش كويس، وان شاء الله نعوض في الماتشات الجايه. هل انت راضي عن الفنيات من الفريقين، من الزمالك ومن الاهلي في هذه المباراه، ولا اتاثرتوا بالملعب؟ لا طبعا الملعب كويس وكل شيء، بس هو الصيام بس والجو حر زي ما حضرتك شايف، فهو ده بس العامل اللي اثر على اللعيبه. لكن لو في الظروف العاديه طبعا القمه المصريه بتبقى يعني من افضل القمات في العالم، فانا شايف لو في ظروف احسن من كده كان الماتش هيبقى احسن من كده. ولكن انتوا تعادلكم اليوم بيخليكم تتاهلوا او تتصدروا المجموعه بتاعتكم، صح كده؟ فاظن النتيجه يعني على الاقل تبقى مرضيه ان الاهلي والزمالك الاثنين تصدروا المجموعه. طبعا هي النتيجه مرضيه، بس مرضيه كشكل، لكن احنا كلاعيبه جوه بعض ومع بعض مش مرضيه بالنسبه لنا، لان احنا زي ما قلت لحضرتك في الاول اللي احنا جايين نكسب، اللي احنا شغالين الفتره اللي فاتت كلها عشان احنا عاوزين نكسب. احنا بنروح بقالنا فتره بنروح اي ماتش عشان نكسب، مع احترامي النادي الاهلي فريق كبير ونادي كبير وكل شيء وبطل افريقيا، بس احنا برضه ما ننساش احنا برضه بطل افريقيا. فلما بنبقى جايين ماتش عاوزين نكسب عشان نصعد قبل، يعني عاوزين نحصل كل البطولات، لان الماتش بتاعنا كمان يعني مش الماتش بتاعهم. شايف ازاي الحضور الجماهيري النهارده؟ لا ظهروا بشكل كويس، جمهور الزمالك ظهر بشكل كويس، ما كانش فيه اي خروج عن النص من جمهور نادي الزمالك، وانا بحييهم على ده طبعا، واتمنى ان هم الناس بقى ترجع الدنيا، وهم كانوا وعدوا بوعد اللي هم يظهروا بشكل كويس، وظهروا بالوعد اللي هم وقفوا بيه، فظهروا بشكل كويس جمهور الزمالك، وجمهور الاهلي برضه ظهر بشكل كويس. فاتمنى الفتره الجايه بقى يسيبوا الجمهور ياخدوا راحتهم ويرجعوا الملاعب تاني ونشجع والدنيا ترجع تاني باذن الله. شكرا جزيلا يا كابتن محمد، شكرا جزيلا، شكرا جزيلا. عزيزي هشام.